يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا، تابعوني على قناتي واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. عايزه النهارده اقول لكم هو الفيديو مختلف. عايزه اسرحكم بحاجه كده. انتوا احلى متابعين اصلا يعني، فانا هسرحكم. عايزه اقول لكم حبيبتكم لونا. الاكله دي انا ما كنتش، يعني المفروض هي انا كنت بعملها للبيبي. هي اصلا اكله للبيبي، هي عباره عن رز كده بالكوسه وبنسويه قوي. وبيكون الملح بتاعه خفيف للاطفال وكده. عايزه اقول لكم ان انا آه، ريحتها حلوه قوي ويكون طعمها حلو. هو انا جربتها من بعد ما كنت بعملها للبيبي، فكان البيبي ما بياكلهاش كلها، فبدات اكلها انا. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي وبجد. بقيت اعملها، يعني بقيت اعملها كغدا جنب فراخ، جنب اي حاجه بعملها. ودايما كنت بعملها جنب مثلا صينيه فراخ او عامله جنبها رز بقى بالكوسه الجميل ده. بس زودت بقى طبعا حاجات كده للكبار مش للبيبي بس. فعايزه اقول لكم طلع وهم طعمه حلو قوي، اخر لذاذه بجد، حلو قوي قوي. هقول لكم انا عملته ازاي. يلا بينا. اول حاجه طبعا بتجيبي كوسه، بتغسليها طبعا كويس، وبعدين ببتدي كده اشيل الجزء اللي فوق واقشرها كلها بالشكل ده كده. بفضل بقى اقشرها كلها. زي ما قلت لكم الاكله دي انا كنت دايما اعملها للبيبي. هي جات لي، يعني انا ما كنتش متخيله ان انا ممكن اكلها، بس بجد اما دقتها لقيت طعمها حلو قوي، ومعرفش حسيت ان هي قلت لنفسي هو احنا ليه ما انا ليه ما باكلهاش، ليه بجد ما بعملهاش كده جنب الاكل، وليه اعملها للبيبي بس مادام طعمها حلو قوي كده. دخلت بس ليها شويه حاجات كده بسيطه، توابل يعني، بس هقول لكم عليها واحنا بنعملها كده سوا. لقيت طعمها بجد حلو قوي. انا فعلا كنت غلطانه ان انا باكلهاش من زمان. زي ما انتم شايفين انا كنت بقسم كده الكوسيه وبقطعها طرنشات، وبعدين بستخدم هنا جبت بصلايه كبيره بشرتها كده بشر ناعم، وباجي كده على النار بنزل بمكعب زبده كده حلو، وبعدين بنزل كده بالبصلايه. هي سهله قوي وما بتاخدش وقت، بس عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي. هي كفيله يعني لوحدها كده تعمليها. انا كنت باكلها لوحدها يعني من غير ولا فراخ ومن غير اي حاجه خالص، من كتر ما انا عاجبني الطبق ده بجد لذيذ قوي. واول ما بصوا البصل بيدبل كده بيبقى اللون ده مش بيغمق يعني، يدبل بس. بنزل بالكوسه، وعلى فكره الكوسه اصلا بيبقى فيها ميه فبتنزل ميه وبتستوي سريعه زي البطاطس بالظبط، لانها بتكون طريه مش زي الجزر والحاجات دي. فعجباني ان هي كمان بتستوي سريعه قوي وما بتاخدش وقت. وبعدين ببتدي بقى كده اضيف الملح بتاعه، وزي ما قلت لكم كل واحد يضيف الملح على حسب ما بيحب هو في الاكل، وبقلبها. وبضيف هنا بقى معلقه توم باودر وبصل باودر، ده المكون اللي انا ضفته بس. وبضيف شويه فلفل اسود. طبعا لو بنعملها للبيبي بنعملها كده بالبصل والكوسه. الخطوات دي كلها كده بصل وكوسه بس ما بنضيفش ولا فلفل اسود ولا توم باودر ولا بصل باودر ولا ملح خالص. احنا لو عايزين طبعا نملحها شويه ممكن نملحها لهم بعصر ليمونه. فلو حد عنده بيبي يعمل نفس الخطوات دي معاه، ده ما يحطش ولا ملح ولا فلفل اسود ولا توم باودر ولا بصل باودر. هو يا دوبك بس البصلايه والكوسه وشويه الرز. طبعا هتعملي كميه اصغر من كده، وبعد كده بعد ما تستوي خالص وبتضيفي طبعا ميه اكتر عشان الرز يستوي قوي وتعرفي تاكليه للبيبي بيبقى سهل عليه. بضيف هنا بقى الميه بتاعتي بضيفها على قد فوق مستوى الرز عادي، لان كمان الكوسه بتنزل ميه بتاعتها فبتدي نكهه وطعم حلو جدا للرز. لو للبيبي هتزودي كميه الميه اكتر عشان الرز كده يبقى ناعم خالص وتعرفي تاكليه. فهي اكله مفيده جدا للكبار وللصغار. فبنعلي كده على النار عادي، وبعدين اول ما يتشرب بوطي كده النار خالص بخليها هاديه قوي بس، وبغطي الحله وبسيبه يستوي كده. انا عرفته بألف هنا وشفا.